ازاي نتجنب انتفاخات القولون ومشاكل المعدة عموما؟ اولا لازم تعرف ان المعدة هي مسؤولية تامة عن صحتك العقلية والجسمية، مسؤولة عن مناعتك وطاقتك، ومسؤولة كمان عن مودك، لان المعدة بتفرز 90% من هرمون السيروتونين في جسمك. فبالتالي مريض القولون او مريض او اي مشاكل في المعدة مش بتأثر بس على المعدة، بتأثر على كل وظائف الجسم. بتعيا بسهولة، بتلاقي دايما مودك وحش، عصبي، عندك مش مركز، ما عندكش طاقة تشتغل. فانت محتاج تعالجها لحاجات كتيرة قوي. 4 حاجات عشان تعالجها. اول حاجه الصيام، بفضل الصيام الدراي فاستنج اللي هو زي صيام رمضان. مش قادر صوم صيام متقطع، بس نصيحه افطر دايما على كوبايه شوربه ساده دافيه، هتفرق معاك قوي. دايما نروح للاكلات اللي فيها بريبيوتيك اللي هي بكتيريا النافعه، عشان هتفرق قوي معاك. تالت حاجة ابعد خالص عن المواد الحافظة والمواد المصنعة والأكل كمان المهدرج، كل ده غلط. اخر حاجه خليك دايما في الاكل اللي هو الجلوتين فري، وابعد عن المضاد الحيوي. المضاد الحيوي زي ما بيقتل البكتيريا الضاره بيقتل لك كمان بكتيريا النافعه. فهيفرق قوي معاك انك تمنعه خالص على قد ما تقدر طبعا. مش كل حاجه نروح ناخد مضاد حيوي. اتفقنا؟